بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بالمشاهدين الكرام في هذه الحلقة الأولى من المغرب يشرق من صحرائه. في هذه الحلقة سأتحدث باقتضاب أولا عن المشروع العلمي الذي أنطلق منه والذي يؤطر هذه الحلقات من هذا اللقاء الأسبوعي الذي سيتجدد طبعا مساء كل يوم جمعة مع المشاهدين، لأنتقل ثانيا إلى الحديث عن المغيب الحاضر في تاريخ قبائل صحراء المغرب باقتضاب طبعا، لأنتقل ثالثا إلى الحديث باقتضاب عن لهجات الصحراء وعن المغيب الحاضر في تلك اللهجات المسماة عموما الحسانية، ثم أنتقل أخيرا إلى شعر الصحراء العامي المصطلح على تسميته شعر الحسانية، لأتحدث عن المغيب الحاضر فيه وباقتضاب طبعا. إذن أولا المشروع العلمي الذي أنطلق منه في هذه المقاربة التي وصفتها بالجديدة أسميه شخصيا المغيب الحاضر في تاريخ وثقافة صحراء المغرب. وكلمة المغيب هنا أقصد بها المكونات الثقافية والمعطيات التاريخية التي تغيب جهلا أو قصدا، إما تغيبها سببه الجهل بها أو سببه دافع إيديولوجي أو دافع تعصب مثلا أو شيء من هذا القبيل. طبعا تغييب ذلك المغيب سيبني أو سيجعل بيننا وبين الفهم جبالا من الغموض ومن الوهم ومن التعصب، بينما الاهتمام به ومقاربته والالتفات إليه سيساعدنا في مراكمة المزيد من الفهم وسيفتح آفاق التأويل أمام العقل. طبعا هذا المغيب نجده في تاريخ صحراء المغرب كثير من المعطيات تغيب جهلا أو قصدا، وهي لا بد منها لفهم تاريخ تلك الصحراء عموما. نجده في المجتمع مثلا، والحلقات القادمة إن شاء الله سنسلط الضوء على قضايا جزئية في المجتمع في التاريخ. نجده كذلك في اللغة، مثلا المتحدث بالحسانية في موريتانيا أو في جنوب المغرب أو في شمال مالي أو في جنوب الجزائر أو في النيجر، يتحدث بلغة يسميها الحسانية ولا يعرف أن تلك الحسانية ما هي إلا مزيج من التوارد إن صح التعبير بين اللهجات الصنهاجية القديمة واللهجات الإفريقية ولهجة العرب الوافدين في سياق تاريخي بعينه، المسمون طبعا من عرب معقل بني حسان أو بنو حسان. ثم الشعر كذلك، شعر الصحراء العامي المسمى الشعر الحساني، نجد فيه هذه المكونات المغيبة
طبعا، والتي يجب الاهتمام بها، لأنها ستساعدنا في فهم ثقافتنا، في فهم هويتنا المغربية، في فهم هذه الهوية المغربية، يعني التي يتجانس فيها ويتوارد فيها ويتفاعل في ظلها يعني كثير من المكونات اللسانية والثقافية التي تشكل وحدة ثقافية تجمع بين كل ذلك الشتات. إذن طبعا أنتقل إلى قبائل الصحراء. أول شيء، هناك كثير من المعطيات التاريخية المرتبطة بقبائل الصحراء تغيب وتجعل طبعا جدارا من الغموض بيننا وبين فهم طبعا العلاقات المشتركة أو المشتركة بين تلك القبائل في سياقات تاريخية يعني متداخلة ومترابطة. سأحدد أولا الإطار الزمني الذي أتحدث فيه. طبعا الإطار الزمني هو أواخر الحقبة الوسيطية، لأنه كاين مرحلة الحقبة الوسيطية والتاريخ الوسيط، اصطلح عليه الوسيط، الذي تلك المرحلة التي تبدأ من سقوط روما إلى فتح القسطنطينية أو سقوط الأندلس. يعني هذه مرحلة تاريخية، طبعا نحن يهمنا منها نهايتها. ثم مرحلة التاريخ الحديث التي تبتدئ من سقوط الأندلس وفتح القسطنطينية اللي هي إسطنبول حاليا، والثورة الفرنسية. لأن هذه فترة التاريخ الحديث تهمنا. لماذا؟ طبعا لأنها فترة تبتدئ يعني في اهتمامنا من تاريخ الدولة المرينية، ثم مرحلة الفراغ السياسي في منطقة الصحراء ما بين الدولة المرينية والمشروع السعدي، الدولة السعدية. طبعا هناك مسألة مهمة. لماذا الاهتمام بهذا السياق الزمني؟ لأن كل قبائل صحراء المغرب اليوم، خصوصا الجنوب المغربي، يعني إذا استثنينا موريتانيا واستثنينا الجنوب المغربي، كل قبائله من رقيبات وتكنة وأولاد ليم وامتداداتهم مثلا البرابيش وإلى آخره، كلها قبائل يعني أجدادها الذين تنتسب إليهم تلك القبائل أو تحالفاتها الأولى حدثت أو نشأت في حضن الدولة المغربية. فمثلا الشيخ سيد أحمد الرقيبي كان رجلا، جد قبيلة الرقيبات، كان رجلا من رجال الدولة السعدية المغربية. يعني مثلا تحالف تكنة مثلا، تحالف نشأ أو كان نتيجة التحالف السياسي الكبير بين إزناس في عهد الدولة المرينية وعرب معقل، الذين منهم عرب حسان، ثم تبني الدولة المرينية إيديولوجية الشرف، العمامة الشرف. ثم يعني هذا التحالف أو التحالفات الأولى التي حدثت في عهد الدولة المرينية كانت تكنة من نتيجة وثمرة تلك التحالفات. هذا فقط على سبيل المثال. إذن الإطار الجغرافي، أنا شخصيا أقول صحراء المغرب، ومن الأوصاف التي أعجبتني في الكتابات التاريخية السوسية يعني مصطلح سوس ووادي درعة وأقاليم صحراء المغرب الدنيا والقصوى. يعني يتحدثون أهل سوس ومؤرخو سوس وكذا عن سوس وارتباطها بوادي درعة وبالصحراء، أقاليم الصحراء المغرب، صحراء الدنيا والقصوى. ولا يقصد بالصحراء الدنيا إلا الساقية الحمراء والذهب، والصحراء القصوى امتدادات ذلك المجال في موريتانيا وفي شمال مالي وفي جنوب الجزائر إلى آخره. طبعا
في هذا الإطار هناك قبائل أعد شخصيا تاريخها من المغيب الحاضر، فالاهتمام به وإعادة قراءته سيؤدي إلى المزيد من الفهم لتاريخ صحراء المغرب. هذه القبائل بالتحديد على سبيل المثال لا الحصر، قبيلة الرقيبات، ثم قبائل تكنة، ثم قبيلة كنته، ثم من حسان قبيلة البرابيش وأولاد دليم، ثم أولاد بالسبع وأولاد دريس، على أساس أن أولاد دريس فرع من أولاد بالسبع، وسنوضح هذا في حلقات قادمة، يعني بتركيزنا على جزئيات تاريخية وثقافية محددة. في هذا الإطار استحضر بيتا شعريا من وزن مريميدة في الحسانية، يتبناه يعني أصحاب المشروع الانفصالي في الصحراء المغربية، يقولون ما قط ملكتنا دولة، ولا قط بتنا في دفاها، ولا قط عادت مقلولة، جيران معاهناها. هذا بيت شعري جميل إيقاعيا، ولكنه غير جميل مضمونيا، لأن مضمونه يقول يعني يقومون مثلا بالترويج بأن هذه الصحراء وهذه الأقاليم الصحراوية لم تملكها دولة من قبل، وهذا كذب. يعني سنبين في حلقاتنا القادمة كيف أن هذه الصحراء وقبائلها، وخصوصا القبائل التي ذكرتها، أنها كانت دائما مرتبطة بالسلطة السياسية المغربية في عهد الدولة السعدية وفي عهد الدولة العلوية، تتقوى بقوة السلطة المركزية وتضعف بضعف السلطة المركزية. أنتقل إلى لهجات الصحراء أو الحسانية، وسأخصص طبعا لقبائل الصحراء الحلقة الثانية، وسأخصص للهجة أو لهجة الحسانية الحلقة الثالثة، وسأخصص لشعر الصحراء العامي الحلقة الرابعة بتفصيل. وبعد هذه الحلقات سأقوم بالتقاط جزئيات من التاريخ ومن الثقافة، من اللغة، من الشعر، والتركيز عليها في حلقات مختصرة لا تتجاوز 10 دقائق. إذن لهجات الصحراء. الحسانية في نظري لهجة مغربية تشكلت بنياتها ومعجمها وأساليبها في صحراء المغرب من توارد اللهجات الصنهاجية المحلية ولهجة بني حسان الوافدة من وادنون إلى الصحراء. في هذه اللهجة نجد مثلا المعجم ثم القواعد اللغوية. المعجم سنجد أن البداوة العربية الوافدة والبداوة الصنهاجية المحلية تفاعلتا، فنتج عنهما أو عن ذلك التفاعل طبعا وجود معجم صنهاجي بدوي ووجود معجم عربي حساني بدوي. والمعجم العربي ينضبط لقواعد اللسان العربي، والمعجم الصنهاجي ينضبط لقواعد اللسان الأمازيغي. مثلا قاعدة المثنى موجودة في لسان العرب فقط هذه القاعدة، بينما في لسان الأمازيغ لا توجد ظاهرة التثنية. فالمعجم الصنهاجي في لسان الحسانية لا يقبل التثنية، لأنه من لسان أمازيغي لا يقبل التثنية، بينما المعجم العربي في ذلك اللسان يقبل التثنية. سأعطي مثالا بسيطا. كلمة خيمة نقول خيمة، خيمتين، خيام، إذا المفرد، المثنى، الجمع. كلمة أردين وهي الآلة الموسيقية أو تيدينيت، إذا نقول أردين لا نقول أردينين، هذا لأن كلمة صنهاجية أمازيغية، نقول أردين وتجمع إرديون. وعندما نريد التثنية نقول أردينين، نقول إرديون اثنين، نأتي بكلمة اثنين، أو تيدانات بالجمع ثنتين. قاعدة التصغير في لسان العرب
يكون طبعا تصغير المذكر بالمذكر، المؤنث بالمؤنث. في لسان الأمازيغ تصغير المذكر بالمؤنث. سأعطي مثال. في الحسانية تتعايش البنيتان، نقول مثلا راجل، أرويجل، مذكر بالمذكر. نقول امرأة، تصغيرها امرية. إذن هذه البنية العربية، نصغر المذكر بالمذكر، المؤنث بالمؤنث. لكن عندما نقول لبن وهو مذكر، نصغره بالمؤنث، نقول البينة. إذن البينة. هذا الانتقال في التصغير من المذكر إلى المؤنث لا يوجد إلا في لسان الأمازيغ. نقول أدرار الجبل، تدرارت الجبل الصغير. معناها أن انتقال المتحدث بالحسانية من اللبن إلى البينة إلى صيغة المؤنث في التصغير هو نوع من ممارسة السلطة أو البنية الأمازيغية سلطتها عليه من حيث لا يشعر. طبعا سننتقل وباختصار كذلك إلى شعر الصحراء، الشعر العامي. في نظر المتواضع شعر الصحراء يعني يكذب، أو الشعر الحساني يكذب من يدعي أنه شعر عربي بامتياز. هو شعر توالدت فيه البنيات الصنهاجية والبنيات العربية الوافدة. سأحدد ذلك من خلال مستويين: مستوى مصطلحات ذلك الشعر، ومن خلال أوزانه. من خلال مصطلحات ذلك الشعر، طبعا قبل ذلك أرى شخصيا أنه تراث مغربي، يعني الشعر الحساني هو تراث مغربي إنساني عالمي. وأدعو شخصيا من هذا المنبر إلى يعني دفع ملفه لتسجيله تراثا مغربيا في اليونسكو طبعا، لأنه فيه، وسأفصل في ذلك في حلقة قادمة في أوزان ذلك الشعر، فيه أوزان مغربية سوسية، وهي أوزان القدعة. لمن يعرف إيقاعات شعر الحسانية، هي أوزان مغربية سوسية أمازيغية آيلة للانقراض، من قبيل وزن بويرتاطرات في الحسانية. أقول مثلا: نحن الاثنين بلا نزاع، أبطينا عن لبطينا، وانا وانت الاثنين قاع ماني عارف لبطينا. هذا بويرتاطرات في الحسانية. في تشريح سوس من الشعر الآيل للانقراض المتوارث من عهد الدولة السعدية والدولة المرابطية وكذا، أوزان صنهاجية قديمة من قبيل محمد بولان نوار، تظلت في اللكار صول يفيريغي كملي دا زنزار تفوكتي. إذن هذا الوزن وأوزان أخرى هي أوزان مغربية أمازيغية سوسية آيلة للانقراض. إذن يجب دفع ملف هذه الأوزان لتسجيلها تراثا مغربيا إنسانيا، وما زالت أو لا زالت يعني متداولة في شعر الصحراء في كل ربوع صحراء المغرب. إذن أعود في مستوى مصطلحات هذا الشعر. نقف مثلا على كلمة أحوويص، هذا وزن من أوزان الشعر. إذن مصطلح أحوويص هو وزن شعري فيه 4 أو 4 مقاطع. مثلا يعني هو أقصر أوزان شعر الحسانية. ولكن كلمة أحوويص جاءت من فعل حاص في الحسانية، وحاص معروف أنه يقول لك حاص تمر أو حاص شيء كذا، معناها أنه خطف ولم يعني ينل من ذلك إلا القليل. لأنه عندما يجتمع مثلا الأطفال على بعض الحلويات فيتحاوصون إن صح التعبير كذا، كل طفل منهم سيحصل على قليل فقط، لأنه عملية حواصة هكذا. إذن وكأن الشعراء يعني تحاوصوا الإيقاع ولم يحصل يعني لهم إلا قليل، وهو 4 مقاطع، وهو أقصر أوزان شعر الحسانية. لا يعرف المتكلمون بالحسانية
ولا يعرف أهل الصحراء، ولا يعرف الشناقطة، ولا يعرف الأزواديون، ولا يعرف كذا أن كلمة حاص هي فعل من الأمازيغية، أصله حاز هكذا، والصاد منقلبة عن زاي، وحاز في تشلحيت سوس هي حاص بالحسانية. وبالفعل مثلا تقول أريد حواز بتشلحيت سوس. إذن يعني مصطلحات هذا الشعر تيقادرين، وهم مجموعة أوزان من شعر الحسانية. طبعا جمع لكلمة تيقدرت، وتيقدرت هي أنثى إيقيدر الصقر بتشلحيت، وتيقادرين هي أوزان صعبة، وكأنها أوزان لا يصلها إلا الصقور من الشعراء، لأن تيقادرين إناث الصقور، وكأنها أوزان يعني كإناث الصقور لا يصلها إلا فحول الشعراء وصقور الشعراء إلى آخره. إذن ظاهرة الجدعة وظاهرة السرمة في شعر الحسانية، وهي الظاهرة المهمة. الأوزان المسرومة في شعر الحسانية، وسنسلط الضوء على هذه الظاهرة في حلقة خاصة إن شاء الله. إذن أوزان السرمة كالبتيت التام والبتيت الناقص هي أوزان فيها إيقاع عربي. نقول مثلا: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. إذن في العربية لا يلتقي ساكنان. نقول مثلا: متان للعلب تمشات، والتيارت من نغارت، وقتل التيارت ولات، غار العلب من التيارت. إذن هذا الإيقاع تتدفق مقاطعه كتدفق مقاطع اللغة العربية، لا يلتقي ساكنان فيه، لأن لغة العرب لا يلتقي فيها ساكنان. والأوزان أوزان الجدعة في الحسانية فيها التقاء ساكنين، وفيها العجمة إن صح التعبير. إذن ذلك الالتقاء للساكنين في أوزان الجدعة طبعا سنرى في حلقات قادمة كيف أن الحاجة إليه هي التي فرضته، لأن يعني تفاعل المعجم الصنهاجي والمعجم العربي، ويعني احتفاظ الصنهاجيين الذين تعربوا بمعجمهم البدوي الذي يلتقي فيه ساكنان. عندما تقول مثلا تيجراج، فهذه الكلمة فيها التقاء ساكنين، فتحتاج إلى جدعة في الشعر، مع العلم طبعا يعني يجب أن نعرف أن شعر الحسانية، هذه فقط معلومة، أن شعر الحسانية هو أرقى أنواع الزجل المغربي إيقاعا، لأنه له بنية إيقاعية مضبوطة. والسبب في ذلك أنه يعني نشأ وترعرع في صحراء كالشعر العربي قديما، في صحراء شبه الجزيرة العربية، كانت البيئة الصحراوية حاضنا لذلك الشعر. وسنجد مثلا في الزجل المغربي بالدارجة أنه ليست له أوزان مضبوطة، بينما شعر الحسانية له أوزان مضبوطة، طبعا صنهاجية محلية قديمة، وأوزان أخرى يعني دخلت مع بني حسان. وسنتوسع مستقبلا في مقاربة هذا الشعر لتبيان أنه طبعا شعر مغربي وزجل مغربي. وأنا أصفه طبعا بالزجل ليس من فراغ، لأن أقدم مصدر شعري شنقيطي هو الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. طبعا هذا المصدر وصف شعر الحسانية بالزجل، فقال: الأزجال المسمات عندهم غناء، لغنى، طبعا هكذا. ودليل على ذلك كذلك أن العاطل الحالي والملخص الغالي لصفي الدين الحلي ذكر فنون الشعر المستحدثة عند العرب، ولم يذكر الشعر الحساني. طبعا إذن ذكر الزجل المغربي، وشعر الحسانية فرع من الزجل المغربي، إلا أنه أكثر أنواع الزجل المغربي نضجا وقيمة إيقاعية وجمالية، أصبح يضاهي حتى الشعر العربية عند أهل الصحراء وبلاد شنقيط عموما.
وفي الأخير وقبل انتهاء هذه الحلقة سأقول بصراحة أن الاهتمام بالمغيب الحاضر في تاريخ وثقافة الصحراء سيعيد فهم ما لفه الغموض من تلك الثقافة وذلك التاريخ، وسيدفع في اتجاه التصالح مع الذات ومع الهوية ومع التاريخ والحضارة. فإلى الحلقة القادمة التي سأخصصها لقبائل الصحراء، وسأجعلها يعني عموما عن القبائل التي ذكرتها، عن أهمية القبائل التي ذكرتها والاهتمام بتاريخها والاهتمام بالمغيب في تاريخها. أذكر بتلك القبائل: الرقيبات، تكنة، كنتة، أولاد ليم والبرابيش، وأولاد بالسبع وأولاد دريس. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.